السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. فيديو اليوم راح نحضر معكم توست بريوش بالقمح الكامل وبالخروب، يجي من أروع ما يكون، خفيف وطري وبنين بزاف بزاف. وكما العادة راح نحضره بالخميرة الطبيعية باش يكون صحي أكتر وأكتر. وباش نحضر هذا التوست راح نحتاج 400 غرام من الفرينة الكاملة اللي تكون بالنخالة، وحاولوا ما تغربلوش الفرينة تاعكم، خلوها بالنخالة باش تكون صحية أكتر، غنية بالألياف، راح تساعد الخميرة أنها تتخمر، وأيضا راح تفيدكم في الجهاز الهضمي. نضيف عليها ملعقة صغيرة من الملح، نخلط جيدا هذاك الملح مع الفرينة، وبعدها ندير حفرة في الوسط باش نضيف المكونات السائلة. هنا عندي الخميرة الطبيعية اللي طبعا نكون منشطتها من قبل، لازم الخميرة الطبيعية تكون نشطة باش تخمر لكم المخبوزات تاعكم جيدا، يعني هذه الملاحظة دائما نقدمها لكم. بالنسبة لمقدار الخميرة الطبيعية نتوما تتحكموا في المقدار على حساب مدة الاختمار. أنا هنا حطيت حوالي 150 غرام، يعني نصف كوب تقريبا، والمدة تاع الاختمار راح تكون متوسطة، يعني ماشي سريعة وماشي طويلة بزاف. ضفت أيضا بيضة وملعقة صغيرة من العسل. أنا هنا استعملت عسل طبيعي، تقدروا تستبدلوه بعسل التمر ولا دبس التمر، أو لا تقدروا تستغنوا على العسل نهائيا. أنا هنا ضفت العسل باش البريوش تاعي يجيني شوية حلو. بعدها راح نبدأ نجمع العجينة بالماء دافي ولا بالحليب دافي. أنا هنا درت خليط من الماء واللبن الحامض. تعرفوا أنه دايما نبغي نعجن المخبوزات بخليط من الماء واللبن ولا الماء والرايب ولا الماء والزبادي طبيعي. هذه الخطوة تخلي المخبوزات تاعكم تجيكم خفيفة، وأيضا راح تساعدوا الخميرة تاعكم أنها تتخمر. هنا كما شفتوا في الأول حطيت كمية من هذاك السائل اللي يكون دافي على البيض والعسل والخميرة، حليتهم جيدا، ومن بعد نبدأ نجمع في العجينة وانا نضيف السائل تدريجيا. نحاول نجمع العجينة ونعجنها في نفس الوقت. في الأخير لازم تحصلوا على العجينة اللي ما تكونش طرية بزاف، يعني تخلوهاش تتلاصق في اليدين. العجينة تاع التوست ما لازمش تكون طرية بزاف، لازم تكون شوية شادة روحها لكن في نفس الوقت طرية. هنا شفتوا القوام اللي تحصلت عليه. في الأخير راح نضيف 30 غرام من الزبدة، يعني حوالي ملعقة. بالنسبة للزبدة اللي استعملتها هي زبدة طبيعية، يعني زبدة حيوانية. تقدروا تستبدلوا الزبدة ب30 مليلتر أو 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه في الأخير، يعني قوام تاع عجينة يكون طري لكن ما يتلصقش في اليدين. نغطي على العجينة ونخليها تختمر. طبعا أنا مستعملة خميرة طبيعية، يعني لازم نعطيها الوقت في الاختمار. راح تخلوها من 3 إلى 4 ساعات، ممكن أكتر على حسب الجو، إذا كان بارد إذا كان دافي، وأيضا على حسب كمية الخميرة اللي حطيتوها، لكن حطيتو كمية كبيرة ولا كمية صغيرة، يعني هاد العوامل كامل يتحكموا في وقت الاختمار. وبعد ما اختمرت العجينة كما راكم تشوفوا تولي خفيفة والحجم تاعها يتضاعف. دهنت يديا في شوية تاع الزيت ونهوت لها الخميرة، وراح نقسم العجينة على 2 ونخلي قطعة تكون أكبر من القطعة الثانية. هاد القطعة الكبيرة راح نخليها على جهة، والقطعة الصغيرة راح نضيف عليها ملعقة كبيرة تكون معمرة من الخروب أو دقيق الخروب، يعني الخروب اللي يكون مطحون ناعم. أنا نغربل الخروب لأنه الخروب كي يبقى مدة طويلة في الثلاجة راح يدير واحد الكرات صغيرة ولا تكتلات، فمن الأحسن نغربلوه باش يتحل لنا. ضفت مع هذاك الخروب ملعقة كبيرة من الماء دافي باش نقدر ندخله في العجينة، ونحاول ندخل هذاك الخروب في العجينة جيدا. إلا شفتوا كان مازال محتاجين شوية تاع الماء فراح نضيفوا شوية تاع الماء، منضيفوش بزاف باش العجينة ما تجلناش. هنا فوق ورق الطبخ دهنته بشوية تاع الزيت، وراح نفتح العجينة الأولى اللي هي العجينة البيضاء. نحاول أني نفتحها رقيقة، يعني نبسطها غير بيديا بهذا الشكل. العجينة طرية وخفيفة وراح تتحل معكم بكل سهولة. نحاول نحلها على شكل مستطيل.
نخليها على جهة، وبعدها بنفس الطريقة راح نفتح العجينة الثانية اللي هي عجينة الخروب. هنايا ملاحظة، تقدروا تخلوا العجينة الكبيرة هي عجينة الخروب والعجينة الصغيرة هي العجينة البيضاء. إلا بغيتوا الطوست تاعكم يكون فيه نسبة كبيرة من الخروب، فقط إلا ضفتوا الخروب للعجينة الكبيرة راح تضيفوا 2 ملاعق كبار من دقيق الخروب. وبعد ما فتحت العجينة، يعني حاولت نحلها رقيقة هي تاني، نحطها على العجينة الأولى اللي هي العجينة البيضاء. نحاول أني نحطها في النصف تاع العجينة ونغلق عليها يعني بالشكل اللي راكو تشوفوه، ونعاود نحاول نبسطها نخليها على شكل مستطيل. وبعدها راح نقسم هذا المستطيل على 3، ندير 3 شرائط بهذا الشكل، يكونوا قد بعضهم من الأحسن، باش ندير الضفيرة ونطفر العجينة بالشكل اللي راكو تشوفوه، باش الطوست تاعنا يجينا من الداخل رخامي، وايضا السطح تاع الطوست يجي فيه هذاك الشكل تاع الضفيرة ويجي شباب. هنايا بعد ما كملت وطفرت العجينة، راح نجيب القالب اللي نطيب فيه هذا الطوست. انا استعملت قالب الكيك، غلفته بورق الطبخ، راح نخليه حتى يخمر ويتضاعف الحجم تاعه، ونحس انه الطوست تاعي راه خفيف بزاف من الداخل، عاد ندخله يطيب. طبعا مادام استعملت خميرة طبيعية راح نخليه من 2 حتى 3 ساعات، يعني خلوه يختمر جيدا باش يجيكم خفيف من الداخل. هنايا بعد ما خمر هذاك الطوست، ندهن السطح تاعه بصفر البيض، تقدروا تدهنوا غير بالحليب ولا بالماء، وراح ندخله يطيب في فرن اللي يكون شعلته يسخن من قبل لمدة 10 دقائق. الفرن لازم يكون ساخن من قبل. ومن بعد ندخل الطوست تاعي يطيب على درجة حرارة متوسطة بين 150 إلى 160، الرف يكون في الوسط، ونخليه حتى يتحمر جيدا من التحت، وبعد نعاود نشعل عليه باش يتحمر من الفوق. وهذا هو الطوست تاعنا بعد ما طاب وتحمر جيدا. غير نخرجه مباشرة وهو ساخن. ندهن السطح تاعه بقطعة من الزبدة اختياري، إلا بغيتو يعني يكون فيه هذيك اللمعة من الفوق. أنا دهنته بالزبدة، ومن بعد نحطه هكا في قطعة قماش ونخليه حتى يبرد تماما، عاد نقطعه يعني باش نقدر نقطعه بسهولة وما يوليش يتفتت. أنا هنايا ما خليتهش يبرد بزاف، يعني قطعته معكم وهو ساخن، وشوفوا الشكل تاعه كيفاش يجي اكثر من رائع. هذا الطوست جا بزاف بزاف خفيف وهشيش وروعه في البنه، يعني فيه هذاك الذوق تاع الخروب، الطوست فيه الطعم تاع البريوش، روعه روعه. وكما شفتوا طريقه التحضير سهله جدا، نتمنى انكم تجربوه، متاكده راح يعجبكم. وهنايا نكون وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، والسلام عليكم.